سالو لي زامي، جيسبر تكونوا مزيانين وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد، فيديو جديد كما عودتكم. هذا النهار الفيديو تحت طلب الكثير من المتابعين، فيديو على الاجتماعيات، حيت بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع مادة الاجتماعيات، وخصوصا بما اننا مقبلين على الجهوي. فمثلا ما كيعرفوش كيفاش يحفظوا، كيفاش يعني واش يحفظوا اصلا ولا يلخصوا ولا كيفاش، وحتى طريقه التلخيص ما عارفيناش. لذلك جيت نوضح لكم بزاف ديال الحوايج على ماده الاجتماعيات. هذا الفيديو واعر بزاف، كونوا متاكدين بلي انه غادي ينفعكم 100%. لذلك هبطوا دابا تحت وما تنسونيش باللايك واشتراك للقناه ليصلكم كل جديد. نبداو الفيديو ديالنا هذا النهار ان شاء الله. مثلا الكثير ديال الناس ما كيعرفوش واش يحفظوا في الكتاب ولا الوثائق ولا المصطلحات ولا في الدفاتر، يعني كيتشتوا، ما كيعرفوا ليه يشدوا هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه ولا هذا الاتجاه. في التالي المخ ديالهم ما كيقدر يخزن حتى شي معلومه من هذاك الشيء، وخا يعيوا يحفظوا كاع الليل. وايضا يعني ما كيبقاوش عاقلين على المعلومات اللي كيحفظوا. فمثلا كيتشتوا، ما يعرفوا لا مصطلحات ولا وثائق ولا في الدفتر ولا حتى كيفاش يراجعوا ولا يلخصوا، حيت الماده الاجتماعيات كيكون فيها بالرغم حنا عارفين بلي كيكون فيها بزاف ديال الصفاحي وبزاف ديال الحفاظه والكتابه. لذلك سميوها كما بغيتو تسميوها، ماده الرعب ولا ماده الحفاظه ولا الاجتهاد. المهم هذا الفيديو هذا تبعوا معايا من الاول حتى التالي وما تزقلوا حتى شي لقطه. هنايا مثلا انا خديت معكم كمثال الدفتر ديالي الاجتماعيات في الجغرافيا، المكون ديال الجغرافيا. فمثلا اول حاجه من كيتطلع اي واحد على الدفتر ديالك خصو يكون منظم ومرتب، ويعني كل حاجه بلاصتها، المقدمه او التمهيد في بلاصتو، اولا كبيره اولا صغيره، هذاك الشيء كله يعني كل حاجه في بلاصتها. المهم هنا يكون ديجا لخصت هذا الدرس، غادي نعاود نلخص معكم باش تشوفوا. اول حاجه يعني باش كاع هادشي باش يدخل لكم الدرس للراس وباش تكونوا حافظينه ومركزين فيه، خصكم ضروري تزوقوا الدفتر. شوفوا بحال مثلا هنايا انا دايره كل حاجه في بلاصتها ومرتبه ومزوقه الدفتر. تاني حاجه هي انكم ديو كل حاجه بكولور يعني مناسب ليها. بحال هنايا اولا كبيره درتها انا بلو الغوز ولا لا كولور روج. بحال اولا هنايا صغيره درتها بلا كولور فير. بحال هنايا التمهيد انا كندير له دائما اطار خاص به. وبالنسبه للمصطلحات والوثائق ها هما كنديرهم هكا، كل حاجه على حقها وطريقها. المصطلحات والوثائق ما تستغناوش بهم، حتى هما كنراجعوهم ماشي كنحفظوهم. المهم شوفوا، بالنسبه اللي كيقول ماده الاجتماعيات واش حفظ ولا مراجعه ولا تلخيص ولا المهم، فالماده ديال الاجتماعيات هي راها مختلطه. فالوغ هي فيها شويه ديال الحفاظه وشويه المراجعه وشويه يعني ديال التلخيص. والتلخيص بصراحه حاجه اساسيه فيها. خاصكم ضروري تلخصوا الدرس، عاد تجيو تراجعوه. وكيبدي هادوك الكلمات او المصطلحات او المفاهيم كيبقاو يدخلوا لكم من الراس بشويه بشويه. لذلك المخ ديالنا كيخدم بنظام جيد في هذيك المرحله. تاني حاجة اللي هي ضرورية حتى النقطة ديال الدفتر بالنسبة للاجتماعيات. ثالث حاجة أو الخطوة الثانية اللي هي من بين الأسس اللي كتعتبر مزيانة في هذه الاجتماعيات، هي أنه خصكم ضروري ديروا الطريقة ديال التلخيص. هي أهم عنصر عندنا في هذا الفيديو هذا، هي طريقة التلخيص. بزاف ديال التلاميذ كيحتاروا كيفاش يلخصوا أي درس، فالو كنبغي نجاوبهم باللي التلخيص اول حاجه واول خطوه في طريقه التلخيص هي انك تقرا الدرس ما بين 5 مرات الى 10 مرات على الاقل. هادشي على الاقل، ما على الاكثر 15 مره خصك تقرا الدرس. المهم اول حاجه كما قلت لكم تقراو الدرس من 5 حتى ل 10 ديال المرات، حتى ل10 ديال المرات. تاني حاجه هي انه دون عندك في بحال تجيب
بلوك نوت ولا نوت بوك ديالك، ولا تجيب غير ورقه عاديه بحال ما هكا، ودون اهم يعني هذوك الافكار ولا العناوين اللي كاينين في هذيك الفقره. بحال نوريكم كمثال، انا التمهيد دائما ما كنحفظوش وما كنراجعوش. علاش؟ حيت ما كيطيحش لينا لا في المقاله لا في الاسئله لا في حتى حاجه. التمهيد كيبقى غير اسئله متداوله حول تقنيه الدرس ولا شنو غيكون في الدرس. ها كما كتشوفوا يعني غير سبق ان تعرفتوا الاسئله المحوريه على الدرس. بحال نلخص معكم هذا الباراغراف هذه. بحال اولا ارسخ مكتسباتي في الخريطه وعناصرها الأساس. الخريطة عبارة عن سطح مستوي تمثل عليه الكرة الأرضية أو جزء منها، وتتوفر على عنوان، مقياس، مفتاح، اتجاه، سلم، إطار. عندنا هنا العنوان، مقياس، المفتاح، الاتجاه. بحال ما هاد الباراغراف غادي نوريكم كيفاش غتلخصوها نتوما. طبقوا هادشي اللي كنديرو انا على الدفاتر التلخيص ديالكم. بحال هنايا الخريطة عبارة عن سطح مستوي تمثل عليه الكرة الأرضية أو جزء منها، وتتوفر على. هنايا شنو غادي ناخدو باش نراجعو أو لا نحفظو؟ شوفوا، غادي ناخدو الخريطة عبارة عن سطح مستوي تمثل عليه الكرة الأرضية، صافي بحد هنا، أو جزء منها راها معروفة. وتتوفر على، هاد تتوفر على بلا ما نحفظوها، تتمثل عليه الكرة الأرضية من هنا حتى لهنا. زيد عليها يعني هذا لخصناه، زيد عليها غادي نحفظوا العنوان، مقياس، المفتاح، الاتجاه والسلم والاطار. علاش ما نحفظوش كاع هذا الباراغراف هذه؟ حيت هذا الباراغراف كتكون في المصطلحات ديال الكتاب، بحال مثلا كتكون يعني في الكتاب، صافي باش نكونوا يعني واضحين، كتكون في المصطلحات ديال الكتاب. علاش ما نحفظوش كاع هاد الباراغراف هادي؟ المهم ثانيا، بحال نشوفوا ثانيا هي اللي بالاحمر، بحال حتى هاد ثانيا اولا هاد اولا حتى هي ما كنحفظوهاش، ها هي ما نحفظوهاش. هاد اولا حتى هي ما نحفظوهاش. اعداد اطار مقسم الى مربعات للاشتغال عليه. هاد الشيء نهائيا واش كنحفظوه فقط المصطلحات اللي يعني كيكونوا اصلا ما كنحفظوهمش، غير كنبقاو نراجعوا ونقراوهم بزاف ديال المرات كما قلت لكم، وكيدخلوا لينا في الراس ديالنا. نزيد نوضح لكم علاش ما نحفظوش هذا الباراغراف. حيت ديجا كيكونوا عندنا المصطلحات يعني بشكل ابسط في الكتاب عوض على هذا الباراغراف كلها. لذلك شوفوا شحال لخصنا غير في هذه الصفحه، لخصنا اون بوتي باراغراف اللي نقدروا نحفظوها، واصلا حتى الحفظ كتجي الطريقه ديالو سهله من بعد ما كنقراو عده مرات. في التالي كتسرب المعلومات الى الدماغ ديالنا واحده تلو الاخرى، يعني بعدد القراءات اللي كنقراوها او المرات، وفي التالي كنكونوا حافظين هذاك الشيء بلا ما نحسوا، يعني كيكون عندنا مرسخ في الدماغ ديالنا، ومن كنحتاجوه رحنا كنلقاوه. ندوزو هنايا باقي لنا اون بيتي باراغراف هنايا. اخيرا النقطيه، الفجر، قمه الجبل والمعدن. قلت لكم كاع هادشي ما غاديش نحفظو، يعني بحال مثلا الا جيتو تحفظوا مثلا، حفظوا غير هاد العناوين الرئيسيه باللون الاسود بلاش هاد كثره التفاصيل. علاش سمات تلخيص؟ حيت يعني كتلخص اهم الافكار اولا يعني العناوين اللي كيكون في الدرس. بحال ما هاد الطريقه اللي كنشاركها معكم ديال التلخيص كتخليني انا نجيب اون بون نوت في الماده ديال الاجتماعيات. هذا هو السر اللي كيخبيو عليكم دائما، هو طريقه التلخيص، وكيقول لكم يعني فيها يعني بزاف ديال المشاكل. لذلك اول حاجه باش تلخصوا اي درس كما قلت لكم في الاول، هي تجيبوا واحد بغويون وتكتبوا فيه العنوان والتعريف وهذاك التلخيص يعني ديال الباراغراف اللي قلت لكم، وتبداو تقراو عده مرات، وغادي يبدي تبدي المعلومات كترسب لكم اولا تنسخ لكم في الدماغ ديالكم. هذه الطريقه ديال التلخيص سهله وبسيطه، غير اللي ما بغاش يعرفها. حاجه اخرى علاش كنقول لكم دائما ركزوا مع الاساتذه من تكونوا في الكلاس ديالكم، حيت اي فكره ولا شي حاجه كيقولوا لكم عقلوا عليها، كونوا متاكدين وضامنينها 100% بانها غادي تطيح لكم في الفرض. ودائما هذا الشيء كيوقع معايا انا. لذلك من كيكون كيشرح الاستاذ، هز بغويون لا بلوك نوت ولا نوت بوك، بقى تكتب يعني اهم الاشياء، ولا بحال
الافكار العامه والاساسيه اللي كيقولها الاستاذ، ودونها في شي ورقه وزيدها لهذاك الملخص اللي كديرو انت. بحال حتى من كيكون يفتي عليكم شي باراغراف حاول تلخص يعني من عندك. وتا هذيك الطريقه ديال التلخيص حاول يعني تلخص باراغراف وتمشي توريها للاستاذ ديالك، بحال الا كانت غلطه ولا شي كتبه غلطه يعني كيصحها لك، وكتكون 100% الا طاحت فيك في هذاك الدرس المقاله. لذلك حاولوا تبقاو تركزوا مع الاساتذه في القسم. اخرى حاولوا تعتمدوا على الفروض الوهميه اللي كيكون عاطيها لكم الاستاذ ديالكم، لان هذوك الفروض الوهميه حتى هما كيعاونكم بزاف، وغالب الاحيان كتندموا بزاف حيت الاستاذ كيكون داير لكم من هذوك الفروض الوهميه كيجيب منا سؤال ومنا سؤال ومنا سؤال، اولا كيغير طريقه يعني الاسئله تما وكيدير نفس الفرض اولا كيدير نفس الفرض يعني تماما. لذلك ما تضيعوش عليكم هاد الفرصه ديال لي زيكزامون يعني اللي كيكونوا طايحين في اليوتيوب ولا فيسبوك المهم الى اخره. لذلك حاولوا ما تضيعوش هذه الفرصه، لانه غالبا شي مرات او لا غالب الاحيان كيكونوا دائما كيديروا الاساتذه من الفيسبوك ولا يوتيوب المهم ولا جوجل. كاين بزاف ديال المواقع سور انترنت اللي كيديروا بزاف ديال الفروض او لا وهميه باش تعرفوا على الشكليه ديال الفرض ولا ليكزامون ريجيونال. المهم حاجه اخرى اللي هي اساسيه هي انه كما قلت لكم في البدايه تبقاو تتبعوا مع الاستاذ ديالكم، وخصوصا من قرب دابا ليكزامون ريجيونال فحاولوا ما تبقاوش توتروا ولا تخلعوا، حيت راكم ديجا دوزتوا المحلي في الدوره الاولى حتى الدوره الثانيه تكون بحال الدوره الاولى، انما غادي يكون عندكم ستريس. لذلك حاولوا تجنبوا ستريس وخليكم مع الدراسه ديالكم والقرايه ديالكم. حتى الخاتمه ملي كتكون في الدرس ديال الاجتماعيات هي الخلاصه ديال الدرس اصلا كله. لذلك هذيك الخاتمه خصنا نحفظها كلها لان الخلاصه ديال هذاك الدرس كله. فبحال مثلا انت في المواد الاخرين فيزيك ولا علوم كتكون كونكلوزيون هي الخلاصه ديال هذاك الدرس كله. لذلك خصكم تحفظوا هذيك بلا زياده بلا نقصان. واخر حاجه شوفوا وايضا حاجه اخرى بالنسبه للفهم ديالو ثقيل ما كي يعرفش يعني يحفظ الماده ديال الاجتماعيات بشكل صحيح، فيدير هاد الطريقه ديال التلخيص اللي كندير لكم اولا طريقه بومودورو يطبقها على الماده ديال الاجتماعيات. واللي الفهم ديالو ماشي ثقيل وراسو خفيف تبارك الله ما شاء الله يمشي يحفظ يعني ولا يراجع ولا يكرر هذا الدرس بزاف ديال الاقسام، يبقى يراجعوا ويراجعوا 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 حتى غادي يدخلوا الدماغ ديالو بالنسبه للناس اللي راسهم خفيف. وحاجه اخرى بحال هاد لي ماركور اللي كنديروهم هنايا ولا شوفوا بحال هاد لي ماركور هما اللي كنحتاجهم اساسيين بالنسبه لطريقه التلخيص، بحال هنا الموقع العرضي عامل الارتفاع المهم بحال ما هكا. الحاجه الاساسيه كنديروها بماركور ولا كنديروها بلون مغاير، اما بالكتابه ديال ستيلو بلو كنلخصوها كلها. حتى الطريقه ديال الحفظ كتجيب واحد الوساده وكتبقاو تعرضوا عليها بحال كتعرضوا على شي شخص يعني كبير، كتبقاو تعرضوا على هذيك الوساده تعرضوا واخا تخطئوا ماشي مشكل غير عرضوا. ومين كتساليو كاع هذيك الحفاظه كديو الدفتر ديالكم تحت الوساده وكتنعسوا في الصباح كتعاودوا تجبدوا هذاك الدفتر ديالكم من تحت هذيك الوساده وكتقراو من 3 حتى 5 ديال المرات باش كتمشيو ليكزامون ولا الفرد ديالكم مرتاحين وكيبقاو مترسخين لكم هذوك المعلومات في الدماغ ديالكم، حيت كتكونوا عاد راجعتوهم هذيك. اللي ما كيعرفش يعني يلخص ولا رغم كاع هادشي اللي قلت في هذا الفيديو يدير طريقه الخطاطه، فمثلا يدير اولا كبيره بوحدها واولا صغيره بوحدها، ويدير بحال الموقع بحال هنايا العرضي وعامل الارتفاع يديرهم بوحدهم وكل باراغراف بوحدها دير على شكل خطاطه. واللي ما عرفش يقولها لي في التعليقات، وما تنسونيش باللايكات والاشتراكات ديالكم. خليتكم على خير ونتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. وبالنسبه اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع الخطاطات في الكتاب ولا الخرائط الذهنيه يديروا طريقه الخرائط الذهنيه بالنسبه ولا الخريطه الذهنيه بالنسبه لماده الاجتماعيات، وحتى الخرائط اللي ما كيعرفش ولا المفتاح ولا هذاك الشيء غير
كتراجع هذاك الشيء، يعني ماشي كيتحفظ هذاك الشيء. المهم خليتكم على خير، ما تنسونيش باللايكات والاشتراكات ديالكم والتعليقات المحفزه لكم ديالكم ليا. خليتكم على خير، الى اللقاء في الفيديو الجاي ديال كيفاش نحفظ الماده ديال التربيه الاسلاميه للجهوي.